ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير كتير. النهارده جينا لكم بقى بأحلى تحدي مش ايه؟ تحدي، تجربة. الشيكال شيكال. البورسعيدي. الشيكال البورسعيدي ده يا جماعة عليه إقبال رهيب، عليه إقبال رهيب أوي أوي هنا في بورسعيد. في ناس بتتلخبط فيما بينه وما بين الجمبري. هو بس ده مذاق وده ده مذاق مذاق. تاني خالص. ده مذاق وده مذاق تاني. الشيكال بورسعيدي. الشيكال البورسعيدي. الشيكال البورسعيدي طبعا كل البورسعيدية عارفين. بابا غنوج وغنوج وسلطة. قبل ما نبدأ عايزين نقول لكم انتوا وحشتونا كتير وغبنا عنكم فترة كده شوية، معلش. مش شوية ولا حاجة، ده هي كل الحكاية كانت شهر عشان داليا كانت البيبي الجديد. كان في بيبي كنت جديد. بولد وكده فقمت بالسلامة الحمد لله. وانتوا وحشتونا. فيروزة جبنا فيروز. هي نايمة دلوقتي. هي لو صحت احنا مش هنعرف نصور حاجة. فلو صوتنا واطي اعذرونا عشان احنا مش عارفين موطيين نعدي صوتنا الفيديو. شوية. متنسوش صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في تحديات داليا نجيب. ولسه مفاجآت كتير جاية. لسه ورجعنا لكم كل التاني. اللي هيشترك هو اللي هيوصل له كل الفيديوهات الجديدة والمفاجآت الجديدة. شيكال مبطرك بالوحدة. وانتظروا بالوحدة. المقلب الجديد اللي هعمله في محمد. كل اللي هيشترك في القناة هيشوف المقلب الجديد. بطروخ، بصوا البطروخ. بالله. يلا بينا. يلا بينا. وبسم الله الرحمن الرحيم. بابا غنوج ده بقى يا جماعة، البابا غنوج ده هو بيتي. عمال ايديا وحياة عينك. بعشقه. محمد بيحب البابا غنوج جدا. جميل جدا. اكتبوا لنا في الكومنتات بابا غنوج من الأكلات المصرية ولا الأكلات اللبنانية ولا الأكلات السورية ولا الأكلات الليبية. عايزين نعرف من الأكلات إن أخش أبحث عنها. وكل شاف الفيديو يقول لنا بقى انتوا من انهي بلد، منورينا من انهي بلد. الشيكال يا جماعة لها كذا طريقة في الأكل. تحفة. هي مش جمبري، ده نوع من أنواع البحريات. بيبقى في منها مبطرخ وفي منها ايه ملحم. دي مبطرخة، خدي يا قلبي، دي مبطرخة بالوحدة. طبعا بتبقى بسعر غير الملحمة، بتبقى بسعر تاني. الملحمة بقى بيعملوها كبيبة، بيدخلوها في الكبيبة. لو انتوا تعرفوا الكبيبة طبعا. في ناس بتشتريها محدش يعرف الكبيبة ده الا البورسعيدية بقى. الكبيبة دي بقى كنا عايزين نجيب طبق نحط فيه القشر، نحط هنا وخلاص. الكبيبة دي بقى يا جماعة بالجمبري، وبتتعمل برضه بالشيكال. في ناس بتعملها بالشيكال الملحم. جيبوا الشيكال الملحم ومقشرينه كده يا جماعه. شايفين البطروخ يا جماعه؟ بالله بصوا البطروخ صواريخ صواريخ. فطبعا ما تجيبش المبطرخه دي وتقوم عاملها كبيبه، حرام، مش هتحس بطعمها. طبعا احنا جبنا طبق عشان نحط فيه القش لان الوضع كده مش هيبقى ظريف. فاحنا هنحط هنا اللحمه المقشره. تعباني برضه الدماغ. ايه ده؟ قط دي ولا قط ولا بتاع بقى، يلا. طبعا يا جماعه بابا غنوج برضه انا بموت فيه. وانا كمان بموت فيه. قلنا نحكي في ايه؟ فطبعا يا جماعه الشيكال الملحمه غير المبطرخه. دي مبطرخه بالوحده. هتلاقي الكيلو يتراوح من 70-80، ممكن يوصل ل100. ده المبطرخ. الملحم بقى ممكن يوصل يحسبوا لك ب50. في قشر في بقك؟ هكالي بابا غنوج. جيت قلت كده. وطبعا طبق ما ناخد نصها. انت نص وانا نص. تحفة يا جماعة. اللي يجي
أو ينزل على سوق السمك الكيلو بتراوح من 80 90 وانت طالع بقى لحد 100، ما بتعداش ال 100 اه. عشان ما حدش يضحك عليك. ده المبطرخ. الملحم هتحسبها لك، ممكن احسبها لك ب50 50 60 70 لا طبعا 70 موافقات بين اللي ب70 دي بقى ممكن من ده على ده، ملحم على مبطرخ. الملحم أشطر. بس في ملحم كبير. بصوا يا جماعة، مبطرخة مفيش واحدة ما فتحتهاش مش مبطرخة، كله مبطرخ. الملحمة بقى بقوم مقشرنها ويطلعوا اللحم بتاعها يعجنوه مع الرز، يفرموه مع الرز المبلول. الرز ياخد بلة بقوا مطحنينه. رز المطحون بس بيكون مبلول الأول. ما هو بيتغسل عشان الأول بيتغسل ومطحنينه وبعد كده اديلها ايه عجنة. بصوا يا جماعة بتتقشر كده اهي، شايفين اهي، شايفين بصوا، شايفين البطروخ ده البطروخ يا جماعة اهو. البطروخ بيبقى لونه. على فكرة انت ممكن تلاقي ناس ما يحبهاش. لا، في ملحوظة، ناخد خيارات طماطمايه. ملحوظة يا جماعة، ليه بتقرص رسول البحر؟ مفيش حد بيحب البحريات لما تلاقيه بيحبها. صح. وفي حاجة أنا عايز أقول لكم عليها، الأسواق الصينية واليابانية. الأسواق السوق يعني هتلاقوهم بيبيعوها بس كبيرة بالواحدة. بس دي غير الاستاكوزا. لا غيرها، بالواحدة وحية. جميلة جدا، بس تخلي بالك وانت بتقشرها عشان ما تتعورش، لان هي ايه خايفة على نفسها. وبص كلها حاجات طالعة مدببة، بس اللي متعود عليها مش هيتعود. يعني الجمبري ما فيهوش الاضرع اللي هي ده، بص مضرعة. سبحان الله، الجمبري مش متحصن التحصين ده كله اللي هي متحصناه ده. بصوا يا جماعة البطروخ جميلة ما شاء الله، حلوة أوي هتعجبكم. مع طبق طحينة أو بابا غنوج، شوية خيار، أكلة خفيفة وجميلة وموفرة في نفس الوقت. نجيب لك كيلو ونص أنت وأسرتك، في ناس بقى بتعمل معاه شوية حناجل أبو بلانجو زي ما بيقولوا عليه في بورسعيد في السويس. كابوريا. السويسة، ألف تحية للسويسة، ولاد العم حبايبي. بيقولوا على الحناجل أبو بلانجو. وبنشتفوا السمك
لهم كذا طريقة كده بينشفوه ليه؟ للأكلات البحرية بتاعتهم. بينشفوه بيجففوه. ليه؟ في سمكة اسمها مش متذكر اسمها. ليه يا جماعة بينشفوه ليه؟ زي الفسيخ يعني؟ اللي متابعنا من السويس يخش يكتب لنا في الكومنتات ايه هي السمكة اللي بتتفتح وبتتجفف دي. بيقولوا عليها جميلة قوي لما بتتعمل بالصلصة صينية. والله؟ لا السوايس ما شاء الله عليهم شاطرين في الأسماك والحاجات دي. حقيقي. أكلة جميلة والله. والله ما في واحدة ما فتحتهاش مش مبطرخة، كله مبطرخ. وأنا والله حتى الصغيرة، والله بص الصغيرة لقيتها مبطرخة. جميل جدا. انتظرونا في الفيديو الجاي. هنجيب رنجة فريش الفيديو الجاي بإذن الله. ما تنسوش بس تعملوا السبسكرايب واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هننزل نعمل شوبينج عند ابو السيد بتاع الرنجة هنا هو في بورسعيد. الراجل سيبوا بقى هم بقى يشوفوه. يبقى مفاجأة. هيعجبكم إن شاء الله. هنجيب من عنده كذا حاجة حلوة يعني هتعجبكم، عشان لما تيجوا بورسعيد هقول لكم تروحوا فين وتجيبوا من هنا. وعلى أسعار وكله. ما شاء الله يا جماعة. طبعا يا جماعة بصوا كله مبطرخ. بصوا يا جماعة اتقشر كده غطيان كده زي غطيان. بصوا بقى ده كله ده لحم اهو. بصوا شايفين العيدان المطروح عامل ازاي. بصوا حتى الصغيرة والله مبطرخة. عارفين؟ خلي بالك. هي رزلة شوية في التقشير، بس اللي بيعرف يقشرها بعد كده خلاص. أنا ما كنتش بعرف أقشرها نهائي. بيبقى الأمر سهل معاك. ما كنتش بعرف أقشرها خالص. حابة بقى الواحد يتعود بقى. عايزين نطلع اكسبلور بقى يا جماعة. عايزين نوصل لنص مليون. يا ريت والله. شجعونا واكتبوا لنا في الكومنتات كل ما هو جديد، وكل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها برضه نعملها ايه. قولوا لنا ايه هي الريفيوهات.
كله مبطرخ يا جماعة والله، والله كله مبطرخ ما شاء الله، جميلة. طبق السلطة مهم. حلو مع الخيار يا جماعة، الخيار حلو مع، لأن هي أكلة حامية برضه. أيوة جامد، فيها بصل وبتاع وكمون وفلفل. هو الميكس لايق كله على بعض، عايز يبقى كده بس. فهتحتاج ايه برضه ايه ترطب يا جماعة، ترطب سوشي. بابا غنوج، بالله 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 بالله. ميكس رهيب. ولا اجي بتردها لي. اتكلم. تحديات جاية. سبب خلاص. بيبي نايم ربنا يخليه لنا. فيروزة ما كنتش بحب الدلع العقاب الجامد عشان ايه؟ كان في حمل وكده. العقاب هيبقى عقاب. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، ونفسه في نونو ياكلوا كده أحلى توأم يا رب. ويعين كل واحدة لسه والدة. طبعا يا جماعة الجواز تعاون، الجواز تعاون، وزي ما الزوج عليه واجبات الزوجة برضو عليها واجبات، وزي ما الزوج عليها واجبات الزوج عليه واجبات. تعاون يعني بمعنى ايه؟ يعني لا الزوج يأثر في واجباته ولا الزوجة تأثر في واجباتها، لأن لما يبقى فيه تأثير في أي بند من البنود، أيا كان المهام اللي بيقوم بها الزوج أو المهام اللي بيقوم بها الزوجة، أيا كان البند، بيحصل عدم توافق وبيحصل خلل في سيستم في سيستم الحياة الأسرية، بيحصل خلل. فلازم يبقى المعادلة موزونة، يعني يبقى في موازنة معادلة، بحيث انت ولا تتقل عليها ولا هي تتقل عليك، تمسكوا تبقى الحياة سلسة، انت تبقى جدير بمهامك وواجباتك وهي برضه جديرة بمهامها وواجباتها، ما يبقاش في بند ولا في خلل في اي بنود من البنود. هتلاقوا الدنيا بقت حلوة والدنيا بقت جميلة وشوع الحلوة والمرة، وربنا يا رب يرزق الجميع. احنا معانا لوسيندا وفريدة وفيروزة، وربنا يدي كل مشتاق يا رب. يا رب. وحشني التصوير. انتوا وحشتونا والله. وبكده يبقى نهينا ده اخر الفيديو بتاع النهارده، حلقة اليوم وفيديو النهارده، تجربة الشكال. كان نفسي نقعد معاكم اكتر من كده والله، بس الدقايق كده هتكتر والفيديو يطول عليكم. واستنونا في فيديو جديد، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب، فعلى زر الجرس والكومنت. اكتبوا الكومنتات، الكومنت اللي هيشجعنا بجد ان احنا نعمل لكم حاجات اكتر واكتر. رجعنا تاني اقوى ان شاء الله، مش هنتاخر عليكم تاني اكتر من كده، يعني كل الحكايه شهر
واستنونا في فيديو جديد واستنونا في فيديو جديد من حلقات تحديات داليا نجيب. مع السلامة.